هنعمل مع بعض النهاردة بسكوت ال10 دقايق من البسكوتات اللي انت هتعتمديها بعد كده. هيدوب في البق من غير سمنة ولا زبدة ولا اي حاجة ولا ادوات اصلا صعبة ولا مضرب. وهنعمل كله في الخلاط مع بعضه. وقبل اي حاجة ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة. ويلا بينا نشوف المقادير بتاعتنا. هنعمل كله في الخلاط. هنجيب بيضتين، هحط بيضتين معاهم كوباية الا ربع من السكر، وهحط كيسين من الفانيليا، يعني البيضة بتاخد كيس فانيليا، وهبدأ احط لها معلقة من البيكنج باودر. وهضرب كل المكونات دي مع بعض لحد ما اتأكد ان الخليط بتاعي السكر دايب، يعني ما يكونش فيه اي حبيبات من السكر، ودي خطوة مهمة. بعد كده هحط كوباية الا ربع من الزيت، ما حطيناش لا زبدة ولا سمنة، كوباية الا ربع من الزيت اللي موجود عندك. في الطبق بتاعنا بقى اللي احنا هنعجن فيه، احنا المفروض هنحط كوبايتين وربع من الدقيق، بس انا هحط كوبايتين الاول وهشوف لو احتاجنا الربع التاني هنضيفه. معاهم نص كوباية من النشا، والنشا هنا هيعادل معانا السمنة او الزبدة، ده اللي هيخليلك البسكوت معانا ناعم. وذرة ملح، وهنقلب كله مع بعضه. هنبدأ نضيف الخليط اللي احنا عملناه وضربناه في الخلاط، وهقلب كل الكلام الحلو ده اهو لحد ما الدقيق بقى يدخل في المكونات اللي احنا عملناها. وهنشوف هنحتاج الربع كوباية ولا لا. ربع كوباية دي اللي احنا ركناها على جنب. طبعا كل واحدة عارفة الدقيق اللي هي بتستخدمه، انواع الدقيق بتختلف. هنا لا، كده هنحتاج ربع كوباية الدقيق اللي احنا ركناها، لان العجينة لسه طرية جدا اهو. ضفناها وهنبدأ نقلب لحد ما نحصل على عجينة متماسكة. عايزة اقول لكم البسكوت ده حلو جدا اهو. خلصنا العجينة، قلبنا كله في بعضه، وهناخد كده نعمل لها اختبار، يعني طالما ما شققتش معاكي وتمام كده يبقى كده زي الفل. هنبدأ نعمل بقى كور صغيرة كده بحجم الليمونة، وهنرصهم جنب بعض في الصاج اللي هندخله الفرن، وهنشكلها بأي غطا ازاز عندك. بصوا هنعمل بقى 5 هلالات، 6 هلالات، 10 هلالات زي ما انتوا عايزين. طبعا حجم البسكوت احنا اللي بنتحكم فيها، يعني عايزينها كبيرة بتكبروها، عايزينها صغيرة بتكبروها. هندخلها على فرن 180 وهتطلع معاكم بألف هنا وشفا.